السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف سناء اللي عندها 28 سنة وهي بتحكي قصتها قدام القاضي. سناء بتقول: كنت فاكرة ان الجواز ستر وسند، طلع قهر وإهانة. بتحكي وبتقول: انا كانوا بينادوني يقولوا لي يا كارتة. عندها 28 سنة، اتقدمت بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها امام محكمة الأسرة. بتقول ايه بقى؟ بتقول ان انا تعرضت للسخرية المستمرة من جوزي ومن اخواته. والتفاصيل بقى ان انا كنت متجوزة جواز تقليدي بعد ما اتأخرت في الجواز، وللأسف وافقت عليه بسرعة عشان ارتاح من كلام الناس وضغط الأهل. كنت فاكرة اني خلاص هبدأ حياة مستقرة، وكل شوية يقول اتجوزي، اتأخرت في الجواز، انت هتعنسي. لكن من أول يوم في الجواز حسيت اني مجرد سد خانة. يعني أنا مش زوجة ليها احترامها ومكانتها. اخواته دايما كانوا بينادوني يقولوا لي يا كارتة، بيتريقوا عليا وعلى شكلي وعلى شعري وعلى لون بشرتي، يقولوا لي يا سودة، ويبرروا اللي هما بيقولوا ده كله، يقولوا ان احنا بنهزر معاكي، ده مجرد هزار. وانا كنت بحاول اتحمل عشان الحياة تمشي، لكن وجعني قوي اكتر ان جوزي كان بيضحك على كلامهم ويسيبهم يتريقوا عليا وكأني مش موجودة. عدت سنين وانا كل مرة اواجهه واقول له، يقول لي ما تاخديش الكلام على قلبك، دول بيهزروا. بس الهزار ده وجعني، خلاني فقدت ثقتي في نفسي، بقى عندي اكتئاب، حتى بقيت اكره ابص لنفسي في المرايه. حاولت كتير الفت نظره، كنت بقول له على الاقل حسسني ان ليا احترامي، انا مش مجرد حاجه ملهاش قيمه. لكن كان بيرد عليا ببرود ويقول: انا كده، ولو مش عاجبك اهو الباب مفتوح يفوت جمل. بعد 3 سنين عذاب قررت ان انا ارفع عليه دعوى طلاق. مش قادر خلاص اكمل مع حد بيكسرني كل يوم، ما بيحفظش كرامتي، وساب اخواته يتريقوا عليا. وكمان هو يعني لما بيشوفني كده او يشوفهم بيعملوا كده ساكت، يعني راضي. كنت فاكرة الجواز ستر وسند، لكن طلع قهر وإهانة، وانا مش هقبل اعيش في ذل اكتر من كده. وطبعا الدعوة بتاعتها منظورة قدام المحكمة. ده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. صدق الله العظيم. يعني محدش يتريق على حد، محدش يقول لحد اسم هو ما بيحبوش، ولا تنابزوا بالألقاب. محدش يطلع على حد اسم غير اسمه. كل بني آدم بيحب يسمع اسمه، لكن لما تقول له اسم غير اسمه، والاسم ده لما يكون تريقة، طبعا ده بيقهر البني آدم ويفقده ثقته في نفسه. يعني واحدة زيها زي الستات، ازاي يعني جوزها يقبل ان اخواتها يقولوا لها، او اخواته يعني يقولوا لها يا كارتة، يقولوا لها يا سودة؟ ليه؟ طب بدل ما انت شايفها كده، ليه اتجوزتها من الاول؟ ليه انت رحت اتقدمت لها بعد ما تتجوزها تسيب اخواتك يتريقوا عليها، وكمان انت راضي، والاخر تقول لها هو انا كده، والباب عندك اهو يفوت جمل؟ وبنقول للزوجة اللي بتقول انا كنت فاكرة ان الجواز سند، طلع قهر واهانة. لا، هو مش قهر واهانة ولا حاجة، وبالعكس الجواز سند والراجل سند وكل حاجة. الزوج اللي انت اخترتيه او اللي انت وافقتي عليه، وهو اللي انسان، يعني اقول ايه، ان هو ما احترمكيش ولا عامل لك كرامة ما بين اهله. يعني ما نعممش، ما نقولش ان الزواج قهر، لا 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 خالص. فيها ناس متجوزة وعايشة في سعادة، والزوج بيحب زوجته، ولو شاف اي حد بس بيوجه لها اي كلمة بيدافع عنها، اذا كان من اهله او غير اهله. هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.